سلفتي مقموصة مني بسبب لبس العيد. كل الحكاية ان هي كانت عايزاني انزل اشتري معاها لبس العيد لولادها، وانا كنت خلاص نزلت اشتريت انا وجوزي وقلب الشقة بتاعتي، وخلاص بكرة الوقفة، وعايزة ان انا انزل يعني اخلص الشقة بتاعتي قلبها، عشان لما اجي انزل اصلي العيد تبقى شقتي خلصت، وفي نفس الوقت لما حد يجيلي ابقى ان انا شقتي مترتبة، وكنت قلبة الدنيا. وباجي بقى اليوم اللي هو خلاص يوم الوقفة ده، ببقى لسه ورايا شغل كتير وبجري حوالين نفسي، غير ان انا كمان بجهز الاكل قبلها بيوم. المهم بقى عملت الترتيبات بتاعتي، وبدأت بقى ان انا ابدأ شغل كده. كنت خلاص كده بجهز خلاص ان انا هوقف كل اوضة على حاجة معينة، علشان يوم الوقفة ابدأ ان انا اعمل الاكل اجهزه، وفي نفس الوقت آه، في نفس الوقت كمان ان انا ارتب شقتي. وكمان ده الكلام ده ان انا بجهز الاكل بتاع اول يوم العيد، انما يوم الوقفه دايما عمري ما بطبخ، علشان الفتره بتاعه الصبح اصحى من النوم اصلي واقرا قران وافضل اصلي كده واتعبد من العصر لحد اذان المغرب. بس بعد المغرب بقى ابدا اكمل تنظيف شقتي، وفي نفس الوقت اعمل الاكل. المهم هي مصممه تخليني ان انا يوم الوقفه انزل معاها من فتره بتاعه من العصر للمغرب، واجيب معاها لبس العيد بتاع ولادها. اقول لها طب انزلي انت وجوزك، انا ما بنزلش في الوقت ده انا حتى شغل بيتي ما بعملوش. يعني انا دايما بفضي نفسي يوم الوقفه كده من العصر للمغرب للعباده، لان دوت افضل وقت للعباده في اليوم ده، والمفروض ان انا ما بضيعش اليوم ده خالص لحد المغرب. حتى شغل البيت بقولك ما بعملوش، يعني الطبيخ مش هطبخ في اليوم ده، باكل اكل بايت، وفي نفس الوقت بجهز الاكل بعد المغرب ليوم العيد، وكمان بخلص الشغل اللي لسه ورايا ليوم العيد. المهم ان هي دلوقتي زعلانه مني، وقالت ان انا لو ما نزلتش معاها ما عادتش عايزه تعرفني. تفتكروا انا كده غلطانه ان انا رافضه انزل معاها؟